مساء الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنان رامز جلال واعتذار رامز جلال لكل الفنانين اللي وقعوا ضحايا في برنامج رامز نيفر اند، وكان منهم 4 ضحايا دخلوا المستشفى بعد المقلب اللي اتعمل فيهم. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. أجرى الفنان رامز جلال مداخلة هاتفية على قناة MBC مصر، وده ترويجا لخطة الشركة لأعمالها الدرامية وبرامجها الرمضانية السنة دي. واعتذر رامز جلال لكل النجوم اللي وقعوا ضحايا لبرنامجه رامز نيفر اند، واللي مقرر عرض أولى حلقاته النهاردة الخميس بعد مدفع الإفطار. وقال في المداخلة الهاتفية: عايز مبدئيا أعتذر لكل أصحابي وإخواتي اللي استضفتهم وعملت المقلب فيهم، وبعتذر لأي حد هيزعل بعد الحلقة ما بتتذاع، وحياة ابني بحبهم وبعتذر ليهم كلهم وهم حبايبي وعلى راسي. واستكمل حديثه بالإشارة لرئيس قنوات MBC محمد عبد العال إنه واخد مستشفى بيستقبل فيها ضحايا البرنامج، وقال عندنا 3 أو 4 ضحايا بس، وده مجرد فحص مش أكتر، والحمد لله مفيش حاجة. وبيقدم رامز برنامج المقالب السنوي السنة دي، واللي بيستضيف من خلاله نخبة من نجوم الوسط الفني والغنائي وحتى الرياضي. وبيستضيف في هذا العام نجم فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وسط توقعات بنسب مشاهدة هي الأعلى في تاريخ البرنامج. فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصلك كل جديد على قناة حكاية النجوم.